السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم حبايبي، وين ما كنتوا عم بتتابعونا في قناة المطبخ الشعبي. بتمنى يا رب تكونوا بألف خير. وصفتنا اليوم من الوصفات المميزة واللذيذة والمفيدة والصحية، عنا الخبيزة حوس مع البصل. طبعا هاي الوصفة على زمن أجدادنا، جدا لذيذة وسهلة، وطبعا بنفس الوقت مفيدة. تابعوا الفيديو للأخير، يلا مع بعضنا نشوف خطوات العمل بالتفصيل. عندي هون رح نحتاج لضمة كبيرة من الخبازة. طبعا بالنسبة للخبازة بتتلقط من الأرض، منضممها، منشيل الجزء اليابس منها أو الورق الأصفر، وبعد هيك منغسلها بمي وملح وشوي من الخل. بنغسلها مرتين وبعد هيك بنتركها تتصفى، وبعد ما تتصفى رح نشيل هذا الجزء الضلوع منها، رح نقصهم على جنب ونفرم عندي من هون جهة الأوراق. رح نفرمها فرمة خشنة. عندي هون بعد ما ضفت عليهم المي رح أضيف الملح، بالإضافة لعندي هون شوي من الخل، قدر معلقتين لثلاثة كبار. وبعد هيك راح أتركهم بالمية دقيقتين ثلاثة. وطبعا بعد ما أشيلهم من المي أول مرة برجع بضيف عليهم مية عادية، بغسلهم كتير منيح وبحطهم بالصفاية لتتصفى منهم كل المي. وهيك عندي أوراق الخبازة بعد ما فرمتها خشن بهذا الشكل. راح أضيف عندي هون ملح حسب الرغبة، راح أقلبهم سوا، وبعد هيك راح أغطي عليهم الطنجرة وأتركهم طبعا على نار وسط لحد ما أتأكد من استواء عندي أوراق الخبازة، مع التقليب المستمر من فترة لفترة. هيك عندي خلطناهم، راح أغطي عليهم وأوطي الغاز، أتركهم لحد ما تستوي عندي أوراق الخبازة. وهيك عندي بعد ما اتأكدنا من استواء أوراق الخبازة راح نطفي عليها الغاز ونشوف مع بعض مرحلة التقديم. ما شاء الله عندي هون لونها أخضر أخضر، بتفتح النفس وبتشهي، وبالإضافة إنها مفيدة. راح نطفي الغاز ونشوف مع بعض مرحلة التقديم. وهيك حبايب قلبي وصفتنا اليوم صارت جاهزة. بتمنى تكون هالوصفة عجبتكم، بتمنى انكم تجربوها وتعطونا رأيكم فيها، وبتمنى من كل شخص بيدخل القناة لأول مرة لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. دمتم بخير وشكرا لكم لحسن المتابعة.